لو رجعنا الأفلام زي غريب في بيتي والحريف هنلاقي إنهم مش بس بيحكوا قصص اجتماعية، لكن بيدونا لمحة حقيقية عن سوق العقارات وأسعاره في الفترات دي. في غريب في بيتي هنلاقي إن نور الشريف بيلعب دور لاعب كورة بيشتري شقة جديدة، وده وقت ما كانت فكرة التملك كانت متاحة لطبقة الموظفين والرياضيين الناجحين وبأسعار معقولة. كان سهل وقتها إن حد في بداية حياته يلاقي شقة في حي محترم وبدون ما يدخل في دوامة القروض الطويلة. أما في الحريف بنشوف عالم مختلف خالص. عادل إمام بيلعب دور عامل في ورشة عايش في بيت بسيط بالإيجار، بيحاول يوازن بين حياته المادية وأحلامه. وقتها كانت الإيجارات لسه في المتناول والعشوائيات بدأت تتوسع كحل بديل للأسر اللي ما لقتش سكن مناسب. الفرق ما بين الفيلمين بيعكس التحولات اللي حصلت في الفترة دي، لأن التملك كان حلم ممكن تحقيقه، لكن بقى مع مرور السنين بقت العقارات استثمار حقيقي أكتر من إن هي مجرد سكن. الأسعار زمان اللي كانت في متناول الجميع بقت النهاردة متضاعفة عشرات المرات، واللي اشترى بدري هو اللي كسب. فالسؤال هنا، لو رجعنا بالزمن كنت هتشتري وقتها ولا كنت هتأجل وتندم زي ناس كتير النهاردة؟ مع انها نفس الظروف بقى دلوقتي بس مع اختلاف الزمن، مشاريع جديدة وعروض ما تترفضش، وترددك في الشراء ممكن يندمك بعدين. علشان تعرف ازاي تقدر تأجر شقة بسعر كويس او تشتري عقار بسعر مناسب، لازم تشوف النصايح اللي بقدمها لك هنا، لانها هتساعدك انك تبني خبرة قوية في السوق العقاري. اكيد هتحتاجها بعدين.